الو استاذ يوسف، انت وين؟ انا وصلت على الفندق اللي خبرتني عليه حضرتك. حلو قوي، وانا داخل عليكي. تمام، بانتظارك. اهلا وسهلا. اهلا اهلا استاذ، اهلا. اتفضل. ازيك، عامله ايه؟ ما شاء الله، ايه القمر ده؟ قولي لي بقى، عندك كام سنه؟ بتدرسي ايه؟ مالك خايفه كده ليه؟ فكي. عمري 27 سنة. بعدني بدرس وعم ببحث على فرصة عمل. مش مهم الدراسه ومش مهم الكلام ده، اهم حاجه تكون بتعرفي تهتمي صح بالعمل. شو يعني؟ انا هقولك، يعني عشان تشتغلي معايا في الشركه انا قاعد لوحدي في البيت، فلازم تهتمي بيا وبصحتي وتكوني قاعده معايا. هو ده الشغل اللي عندي وده المتاح. ايه رايك؟ الظاهر انك فهمتني غلط. انا لو بدي اشتغل هذا الشغل اللي انت ببالك ما كنت اجيت لعندك نهائيا. كنت رحت بالسكة الغلط، كنت رحت في الطريق الغلط. اعذرني استاذ، هذا مش شغلي. استني بس، تعالي معايا دلوقتي واديكي 10,000. والفيديو ده كان فيديو توعوي، مش مقصود بيه ولا شخص ولا دولة، ولكن المثال دوت حصل مع كتير جدا من خواتنا البنات في جميع الدول، مش دولة بعينها. رسالة لكل بنت ولكل واحدة هي جاية تشتغل: حطي هدفك قدامك واوعي تمشي في الطريق الغلط، لأنه الطريق الغلط حيوديكي بكتير متاعب وراح يوقعك كتير وما راح تنجحي بأي شيء من أعمالك، ومستقبلك حيتدمر كليا وراح تصيري سمعة طايشة بالأرض. لذلك حافظي على مبدأك وحافظي على كرامتك.